في موعد جديد من اخبار النت. كالعاده غادي نبداو بالخبر الوطني اللي غادي يكون مع الفنانه المغربيه اسماء المنور، واللي كتبات على الباج ديالها على الفيسبوك انها كتستعد باش تصور فيديو كليب ديالها في هاد اليومين في دبي. وكتقول اسماء انها محضره مفاجاه كبيره في عيد الحب، ولقات عده تجاوبات كبيره من محبيها واللي جاوبوها انهم كيتسناو الجديد ديالها. اخبارنا الدوليه غادي تكون مع الممثله الامريكيه جينيفر لورنس، اللي لقات تعليقات سخريه على مواقع التواصل الاجتماعي من فستانها اللي حضرات به لاحد المهرجانات لتوزيع الجوائز. الفستان كان بيض وفيه واحد الشريط اسود. هادشي خلى ناس المواقع الاجتماعيه يكتبوا تعليقات كثيره. في الخبر الكاذب، نشرت بعض الصحف السويسرية نبأ وفاة الرئيس الجزائري بوتفليقة في مصحة سويسرية عن عمر يناهز 75 سنة بعد تدهور حالته الصحية، ونقلوه للمستشفى العسكري بالعاصمة الفرنسية باريس. من جهته نفى وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة خبر وفاة الرئيس جملة وتفصيل، وكشف أن صحة الرئيس بوتفليقة بخير ومستقرة على عكس ما تردد في وكالات الأنباء، وهو دابا كيدير فحوصات طبية عادية في فرنسا وغادي يرجع الجزائر الأسبوع القادم. في فقرة تغريدات غادي تكون مع الممثلة المصرية غادة عبد الرزاق، واللي كتبات واحد ستاتيو على تويتر كتقول فيها نعم والف نعم للدستور ولا عزاء للمخربين وشكرا للثورة العظيمة ثورة 30 يونيو. وهاد ستاتيو لقات تجاوبات كبيرة من معجبيها ومؤيديها. وصلنا مشاهدينا لفقرة صور وتعليق، نخليكم مع هاد الصور. وصلت النهايه، وكيف ما العاده غادي نخليكم مع توب 3 واكثر فيديوهات مشاهده. تهلاو في ريوسكم وبسلام عليكم.